الفيديو ده هيكون نصيحة مهمة جدا في كل بند في بنود التشطيب او في اغلب البنود اللي من وجهة نظري الشخصية انا شايف ان هي مهمة جدا وهتفرق معاك في تشطيب شقتك لو انت بتشطب لوحدك. الفنيات اللي انا اخد بالي منها وانا بشطب شقتي، اول حاجة هنتكلم عليها الابواب. دايما الابواب لازم تبقى عارف ان بيبقى ليها مقاسات معينه بنمشي عليها. لو انا جيت اشتريت مثلا باب جاهز غير لما هعمل باب عموله. صفه مشتركه ما بين الاتنين ان انت سواء هتعمل باب جاهز او هتعمل باب عموله فالمقاس بيكون ثابت. عشان كده لو الشقه عندك على الطوب الاحمر او على المحاره فانت لازم هتعمل تعديل في باب الشقه، لان في الاغلب هتلاقي ان المقاس اللي عندك مش هيبقى مظبوط. ولو المقاس مظبوط فدي حاجه ان شاء الله هتبقى كويسه. اول حاجه هتاخد بالك منها عرض الباب بعد المحارة. أبواب الغرف 92، وعرض الأبواب بتاعة الحمامات بعد المحارة 82. الارتفاع من السيراميك لحد العتبة بتاعة الباب هتكون 2 متر و16. في الحالة دي انت هتكون ضمنت ان انت في مرحلة التشطيبات النهائية لو حبيت تجيب باب جاهز توريد وتركيب هيجي يركب عندك من غير ما النجار يكسر فتفوته في الحيطه. ولو حبيت ان انت تعمل باب عموله فبرضه هتلاقي ان المقاس بتاعك مقاس ستاندر ومظبوط جدا لاي حد هيجي يعمل لك الباب بتاعك عموله. تاني نقطه في الابواب، لازم تتاكد ان العتبه بتاعت الباب راكبه عتبه خرسانيه مش اقل من 10 سم او 15 سم يمين على الطوب و15 سم شمال على الطوب. دول اهم نقطتين ناخد بالنا جدا منهم في الابواب. تاني حاجه بند التكييفات. لو انت هتأسس للتكييف طبعا احنا كلنا عارفين ان انت ممكن توفر، ولو انت في عندك امكانية تعمل التكييف بتاعك باك تو باك فطبعا هيكون اوفر كتير. واللي ما يعرفش يعني ايه باك تو باك ويعني ايه اسس للتكييف، باك تو باك يعني مثلا لو انا الحيطة اللي في ظهري دي عايز اركب عليها تكييف، لو في ظهرها منور او في ظهرها شارع واقدر احط الكباس الخارجي بره فساعتها بقت اسم طريقة التركيب باك تو باك. ودي ما بتكونش مكلفة ليك لان هي اصلا ما بيبقاش فيها تأسيس لمواسير الفريون. طيب تاني طريقة، لو انا عايز احط التكييف في حيطة تانية خالص مختلفة تماما عن الحيطة اللي هيكون في ظهرها منور او في ظهرها شارع او في ظهرها مكان اقدر اركب عليه الكباس. يعني هنفترض ان انا الكباس هيركب في الحيطه اللي في ظهري والتكييف هيركب في الحيطه اللي في وشي، ساعتها هنعمل تاسيس للصرف وتاسيس للفريون. بعد ما بتخلص تاسيس هيبدا بتاع المحاره يجي يشتغل، الكهربائي هيشتغل، السباك هيشتغل. قبل ما تركب السيراميك على طول لازم تجيب بتاع التكييفات تاني يشيك ويعمل مراجعه على تاسيس الفريون، لان لا قدر الله وارد ان يبقى حد من الصناعيه وهو شغال خبط ماسوره الفريون اتخرمت او حصل فيها تسريب، او لا قدر الله حصلت اي مشكله فتقدر ان انت تلحقها قبل ما تركب السيراميك. خصوصا لو المواسير عندك ماشيه على الارض فطبعا بيبقى صعب جدا ان انت اكيد مش هتكسر في السيراميك او البورسلين لان الموضوع هيبقى مكلف عليك. تالت حاجه هنتكلم فيها الجبسون بورد. الجبسون بورد قصصه كتير وتفاصيله كتير، ولكن انا بالنسبه لي اهم نقطه بحب اخد بالي منها لازم تعمل رسمه للجبسون بورد. حتى لو انت بتشطب لوحدك ممكن تكلم مهندس، اي مهندس تتوسم فيه خير وتقول له اعمل لي رسمه بس للجبسون بورد. هيحدد لك اماكن السبوت لايت واماكن الاضاءه بحيث بتاع الجبس وهو شغال الصاج اللي هيركب، الصاج اللي هو التأسيس اللي بيشيل الجبس يفادي مكان السبوت، بحيث الكهربائي لما يجي يفتح السبوت ما يلاقيش الصاج من فوق ويضطر ان هو يقص الصاج، وده طبعا بيضعف معاك السقف ومش اصح حاجه. وبيكون خطر ان انت تعمل حاجه زي كده لان كتير جدا من الصناعيه لما بيجي يفتح، خلاص انا كعميل او كمهندس اديته الرسمه، لما بيجي يفتح السبوت في المكان ده وبيلاقي فيه صاج بيجيب القصافه او المقصه او ايا كان الاداه اللي بيستخدمها وبيقص الصاج عشان يقدر ان هو يركب السبوت لايت بتاعه. فان انت تبقى عارف مكان السبوت لايت هيكون موجود فين هتخلي بتاع الجبس يفادي الموضوع دوت وهيكون الشغل نظيف ومرتب. نقطة رقم 4 اللي هنتكلم عنها وهي الدهانات. الدهانات موضوعها بسيط جدا ولكن انا حابب اتكلم في نقطة. طبعا احنا ساعات بنأسس جي ال سي وبنشطب بجوتن، وساعات بنأسس بجوتن وبنشطب بجوتن، وساعات بنأسس بجي ال سي وبنشطب بجي ال سي، وطبعا في شركات تانية كتير. ولكن نصيحتي لو هتأسس جي ال سي الافضل تشطب جي ال سي، لو هتأسس جوتن الافضل تشطب جوتن. اي نعم انا كتير جدا كنت بأسس جي ال سي وبشطب بجوتن، ولكن
مؤخرا لما هنيجي نحسب التكلفه والفرق في التكلفه، الفرق مش بعيد. جوتن الليفل بتاعه كتشطيب اعلى شويه في التكلفه، وجي ال سي اقل، ولكن الاثنين الكواليتي بتاعهم في الفينش النهائي عالي جدا. الاثنين البلاستيك النعوميه بتاعته والملمس بتاعه واللون نفسه، درجه اللون قدامك في الحقيقه بتبقى جميله جدا. ولكن نصيحتي هتاسس جي ال سي يبقى تشطب جي ال سي، يعني البراند او المكان اللي هتجيب منه التاسيس هو اللي هتشطب منه، لان اوقات كتير ممكن حد يروح ياسس بحاجه رخيصه جدا ويجي في الاخر يروح مشطب بحاجه قويه جدا او حاجه براند عالي. انا ما بفضلش وما بنصحش بده. طيب التعديلات المعماريه، يعني يمكن نكون كان المفروض نبدا بالتعديلات المعماريه، ولكن احنا طبعا بنتكلم ان كل بند من البنود دي بنقول فيه نصيحه مهمه جدا هتفرق معانا في التشطيب. التعديلات المعماريه، لو انا هكسر حيطه وابني حيطه اخد بالي من ايه؟ الموضوع برضو ليه عمق كتير وليه ابعاد كتير، ولكن لو هتكسر حيطه في الحمام وتبنيها تاني، طالما انت هتبنيها تاني ممكن تبنيها بالطوب المصمت يكون افضل. دي اول نقطه. تاني نقطه، لو الحيطه اللي هتبنيها جايه في عمود لازم تعمل كانه. الكانه دي بتكون عباره عن الصنايعي ساعات بيكون معاه مسدس، المسدس ده بيضرب بيه كانه في العمود بحيث ان العمود يكون طالع منه كانه حرف ال. لما اجي ابني الطوب، الطوب يمسك في الكانه عشان يمنع حدوث شروخ في المستقبل. طيب لو انا مش متوفر مع الصنايعي المسدس ومش متوفر الكانه، هنزرع اسياخ في العمود. كل مثلا 3 4 طوبات هنزرع سيخ. السيخ ده طبعا بكل سهوله بتخرم في العمود بالهيلتي، وبعد كده بنجيب ماده التزريع من كيماويات البناء الحديث وبنزرع. وطبعا الكلام ده كله الافضل ان هو يكون تحت اشراف هندسي عشان ما حدش يعمل حاجه فيها مشكله. ولكن اللي انا عايز اقوله ان الافضل ان انت والصح ان انت لازم تربط ما بين العمود والطوب بكانه او بسيخ. طيب لو هربط طوبه بطوبه، يعني انا لو هديت حيطه وجيت ابنيها على حيطه، فلازم اعمل حاجه اسمها طرف رباط. طرف الرباط يعني كل مدمكين او 3 مداميك، المدماج ده اللي هو طوب اللي هو بيكون الطوبه الواحده. طبعا كل 3 طوبات مثلا هروح جاي مكسر في الحيطه اللي جنبي وادخل الطوبه الجديده في الطوبه او في الحيطه القديمه. ده بيعمل عمليه عاشق ومعشوق، ان ما يحصلش برضو مع الوقت اي تمدد او انكماش او يحصل اي شروخات في الحيطه. ولما نيجي نمحر تكون الحيطه مترابطه وماسكه كويس جدا وما يحصلش اي مشاكل بعد كده. طيب لو هنتكلم عن بند السيراميك او بند الارضيات، ايه النصيحه اللي احنا ممكن فعلا ناخد بالنا منها؟ النصيحه اللي بالنسبه لي اللي لازم اقولها، لو هتركب بورسلين لازم تمحر. لو هتركب بورسلين لازم تمحر. خلاص ده بقى حاجه معروفه دلوقتي وكلنا بقينا ماشيين عليها. خلاص انت طريقه المحاره دي طريقه مضمونه 100% واحسن طريقه. يبقى لو هركب بورسلين لازم ان انا امحر الارضيه. الحمامات دلوقتي بقينا بنمحرها خلاص، سواء هركب سيراميك هركب بورسلين، الافضل ان انت بتمحر الحمام. زمان كان خلاص، الاول كنا بنسيب الحمام على الطوب وبيجي الصنايعي يركب مونه قد كده في ظهر البلاطه وبيروح مركبها، وفي الاخر تلاقي الحيطه مشطوره او مش متربعه كويس فاحنا دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا. بنعمل بؤج في الحمامات. طبعا انا كل حاجه هقولها هحط صورتها عشان الموضوع يبقى واضح وسهل في الفهم. بنعمل بؤج وبيجي السباك يشتغل على البؤج والكهربائي يشتغل على البؤج عشان كل حاجه تبقى على منسوب الفينش النهائي بتاع السيراميك، وما يبقاش في عندي محبس غاطس ولا محبس بارز وما يحصليش اي مشاكل في السباكه. فطبعا بمجرد ان انا عملت البؤج واسست السباكه واسست الكهرباء، كل اللي انا هدفعه زياده شويه المحاره بتاعه الحمام والمطبخ، وده هيعمل لي شغل انضف بكتير. ركبت بقى سيراميك ركبت بورسلين، هجيب ماده لزق سيراميك او اجيب ماده لزق بورسلين واركبها، الشغل بيكون انضف بكتير جدا. طيب ايه المعلومه اللي ممكن نقولها عن السباكه؟ طبعا انا مش هقول لك، يعني احنا ممكن نتكلم في نقطتين في بند السباكه. مش هقول لك قد ايه ان انت لازم تنقي الصنايعي اللي هيشتغل، مهم جدا ان انت تنقي الصنايعي اللي هيشتغل. مهما كان الشخص اللي هيقف على الصنايعي، مهندس او عميل او ايا كان هو مين، الشخص اللي بيشتغل بايده لازم يكون متقن للحاجه اللي هو بيعملها 100%. فاول حاجه في بند السباكه لازم هتنقي شخص حتى لو سعره غالي بس انت واثق ان هو شغله كويس، يبقى ما تستخسرش بالذات في بند السباكه. تاني حاجه، قبل ما تشتغل في الحمام لازم تبقى عارف مكان الحوض، مكان القعده، مكان الشاور، مكان السخان. انا عايزك تقسم انت الحمام على مزاجك. انت لازم تبقى عارف، هل هحط في الحمام سخان عادي، هل هحط سخان غاز، هل هحط سخان كهرباء. لازم ابقى عارف ال3 حاجات دول، لان لو انا هحط سخان
فوري مثلا هيتحط تحت الحوض مش هيبقى باين. طب لو هحط سخان كهرباء هحطه في المطبخ ولا في الحمام؟ طب لو هعمل سخان غاز يبقى خلاص لازم جنب الشباك. طب الشباك اللي في المطبخ ولا الشباك اللي في الحمام؟ كل الحاجات دي لازم انت تبقى عارفها كويس جدا، عشان لما السباك يجي تبقى انت قادر تاخد القرار الصح والمناسب ليك. في اخر الفيديو اتمنى تكون المعلومات البسيطة اللي انا قلتها فادتك، واتمنى تكون استفدت من الفيديو بتاع النهارده. وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده. ان شاء الله كل الفيديوهات اللي بنزلها فعلا بتكون مفيدة جدا، وفعلا بحاول ان انا اعصر الموضوع واوصل معاكم لاحسن حاجة ممكن تفيدكم وتعيشوا في بيوتكم باحسن شكل ممكن وتكونوا مرتاحين فيه. يا ريت تعمل لي لايك على الفيديو وتكتب لي تحت في الكومنت حاببنا نتكلم في ايه في الفيديوهات اللي جايه، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. كان معاكم المهندس احمد هشام، اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه.